يا مساء الفل عليكم. اهلا بكل جمهور الاهلي السعودي الراقي الملكي. معاكم احمد خالد وبرنامج خليك في الملعب. معانا تفاصيل واخبار ومواضيع مهمة جدا هنتكلم ونتناقش فيها بمنتهى الدقة والموضوعية. بس قبل ما ندخل في التفاصيل، يا صديقي العزيز، صوتنا مش هيوصل لكل محبي وعشاق الاهلي الراقي الملكي الا بدعمك لينا وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو علشان نستمر في الدفاع عن حقوق الاهلي. كمان فعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد، وعلشان بفضل الله تدعمني ان انا اقدم المزيد. كمان ما تنسوش اهم حاجة انكم تذكروا الله وتصلوا على النبي. اول موضوع معانا عن لاعب الفريق فرانكي سيا، حيث ذكرت بعض التقارير الصحفية ان ناديي يوفنتوس ونابولي مهتمين بالتعاقد مع لاعب الفريق فرانكي سيا. في الحقيقة رحيل كيسيه مرفوض بأي شكل من الأشكال. كيسيه لعيب مهم جدا لا غنى عنه في وسط ملعب الأهلي، فبجانب أدواره الدفاعية استطاع تسجيل 10 أهداف هذا الموسم وصناعة هدف بتقييم عام 7.3. أتمنى عدم التفريط في كيسيه لأنه من أعمدة الفريق الأساسية، وفي الموسم القادم مع تدعيم الفريق مستواه يتطور أكتر. الموضوع اللي معانا بعد كده عن الأستاذ خالد العيسى، حيث صرح الأستاذ خالد العيسى عن صندوق الاستثمار قائلا: الصندوق قام بدعمي بشكل كبير. وأكمل العيسى حديثه قائلا: الصندوق كان داعم إيجابي ونقل الأندية الأربعة لمستوى مختلف. هنا أنا عاوز أعلق على نقطتين مهمين. أول نقطة، حديث العيسى على أن الصندوق دعمه بشكل كبير. في الحقيقة كل ما يهم العيسى مصلحته الشخصية والدعم اللي حصل عليه من مسؤول الكرة السعودية ومن الصندوق للبقاء في منصبه. من المفترض أن العيسى يكون له دور فعال للدفاع عن حقوق الأهلي، لكن للأسف العيسى لم يصدر منه أي ردة فعل تجاه ما يتعرض له الأهلي من ظلم. بالبلدي كده بيسمع الكلام وبينفذ التعليمات علشان يبقى في منصبه، وحتى عندما يتحدث يكون حديثه على استحياء خوفا من غضب مسؤول الكرة السعودية عليه. أما النقطة التانية، حديث العيسى على أن الصندوق كان داعما إيجابيا ونقل الأندية الأربعة لمستوى مختلف. حتى لو هذا حدث وتم تدعيم الأندية الأربعة ونقلهم لمستوى مختلف، لكن ما حصل عليه الأهلي أقل بكثير مما حصل عليه الهلال والنصر والاتحاد. وده بيأكد حديثي عن النقطة الأولى، أن العيسى لديه خوف من غضب مسؤول الكرة السعودية عليه. الموضوع اللي معانا بعد كده عن لجنة توثيق البطولات، حيث تم رفض طلب الأهلي بالأغلبية بإضافة مرشح الأهلي عمرو فقيه ضمن فريق عمل التوثيق. جدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الأستاذ خالد العيسى لم يرسلوا الاستمارة الخاصة بمرشح الأهلي في موعدها، حيث تم إرسال الاستمارة في 19 مارس بعد إغلاق المدة في 16 مارس. ومن جانبه الأستاذ عمرو صرح قائلا: هناك تكتل من ناديي الهلال والاتفاق لعدم الموافقة على عودة ممثل الأهلي لجمعية مشروع توثيق البطولات. في الحقيقة هناك إهمال من مجلس إدارة الأهلي في إرسال الاستمارة في الموعد المحدد. للأسف العيسى لا يهم مصلحة الأهلي وكل فكره الفوز بفترة رئاسية أخرى، في حين على جانب آخر أعضاء لجنة التوثيق شغالين في توثيق البطولات. وعدم إرسال الأهلي الاستمارة في الموعد المحدد جه في مصلحتهم علشان يعملوا اللي هم عاوزينه في اللجنة، وطبعا سيتم مجاملة الهلال المتحكم في اللجنة على حساب الأهلي. بفكر حضرتك إن في قنوات كتير بتنشر أخبار كاذبة عن الأهلي وبيكون عليها دعم وتفاعل كثير. وعلى صعيد آخر، ورغم أنني أهلاوي عاشق للراقي الملكي، إلا أن التفاعل عندي مش أحسن حاجة. علشان كده أتمنى دعمك بالاشتراك في القناة، ولو مشترك تتفاعل معانا وتعمل لايك للفيديو وكومنت برأيك. الموضوع اللي معانا بعد كده عن سرقة صفقات الأهلي، وعاوز حضرتك تركز معايا كويس في الموضوع ده، حيث ذكرت بعض التقارير الصحفية أن الصفقات التي طلبها الأهلي من لجنة الاستقطابات في الاجتماع الذي جمع اللجنة الفنية للأهلي مع أعضاء لجنة الاستقطابات يوم الأربعاء جميعها صفقات عالمية من لاعبي الفئة A، وستغير من شكل الفريق 180 درجة. لكن على جانب آخر أكدت التقارير أن هناك أندية أخرى تابعة للصندوق قد طلبت معظم الصفقات التي حددتها وطلبتها اللجنة الفنية للأهلي. في الحقيقة رغم أن اللجنة الفنية للأهلي طلبت من لجنة الاستقطابات صفقات من لاعبي الفئة A أمثال أوسيمين وكيميتش وسون ودي بروين، لكن طبقا لتصريحات الأستاذ سعد اللذيذ حيث قال سابقا أن لجنة الاستقطابات ستنظر للأسبقية في طلب الصفقات، وأن أول من طلب هو صاحب الأحقية. وهذا يعني أن أفضل اللاعبين سيكونوا من نصيب الهلال والنصر والاتحاد،
لأنهم هما أول من طلبوا هذه الصفقات واجتمعوا مع لجنة الاستقطابات قبل اجتماع الأهلي مع اللجنة اللي كان آخر اجتماع. وطبعا اللذيذ مش هيلاقي مبرر أحسن من ده لتحويل وجهة أفضل اللاعبين للهلال والنصر والاتحاد، رغم أساسا إن في لاعبين على رأسهم كيميتش مقتنعين وبقوة بالمشروع الأهلاوي. أتمنى اللجنة الفنية للأهلي تضغط وبقوة على لجنة الاستقطابات، خصوصا ان الاهلي اقل اندية الصندوق من حيث القيمة السوقية للصفقات الصيفية، ولم يتم تدعيمه في فترة الانتقالات الشتوية. في النهاية كل التوفيق للاهلي فيما هو قادم. يعطيك الف عافية اخي الكريم. اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، ولو عايز يجيلك كل جديد فعل زر الجرس. كان معاكم اخوكم احمد خالد وبرنامج خليك في الملعب. سلام عليكم.